يا مساء السعادة والهنا. طبعا في المدارس كده على الابواب بنبقى محتارين على طول نحط ايه للولاد في اللانش بوكس. تعالوا نعمل فكرة حلوة قوي وهتعجبكم جدا وموفرة جدا جدا. عندنا هنا كوباية وربع من المية، حط عليها تلت كوباية من السكر ومعلقتين كبار من الحليب البودرة، ممكن نستغنى عنهم ونضيف مكان المية حليب سائل مفيش مشكلة. هقلبهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب، وهضيف عليهم معلقه كبيره من الخميره، وممكن نحط بياض بيضه ونخلي الصفار للوش، وممكن نستغنى عن خطوه البياض مفيش مشكله، لان احنا هنضيف مكون هيخليه طري جدا جدا معانا. هنقلب كويس جدا لحد ما كله يختلط مع بعض. وعندنا هنا 3 اكواب ونص من الدقيق، بياخد من 3 اكواب ونص ل4 اكواب على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. هضيف عليهم رشه ملح صغيره او ربع معلقه ملح صغيره، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. العجينه بتبقى ملزقه شويه، بنفضل ان احنا نعجن فيها، واول ما بتلم بنبدا ان احنا نضيف لها معلقتين كبار من الزبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. الا الناس اللي ما عندهاش زبده ممكن تستغنى عن الزبده وتضيف معلقتين او معلقه بقى واحده كبيره من السمنه، هتفرق برده جدا معانا، بتفرق في طراوه العجينه، بتفرق في النعوميه والمسام الضيقه، بتفرق في حاجات كتيره جدا. والعجينه دي ممكن نعمل منها وصفات كتيره جدا جدا او فطاير كتير. ممكن كمان ساعات كتير بعمل منها فينو، بعمل منها كايزر، يعني احفظوها عندكم هتفرق معاكم جدا، لان هي بجد من ألذ واحلى المعجنات او العجاين اللي انا بستخدمها وبعتمدها عندي كتير. العجينه اول ما بتنعم معايا بتبقى بالشكل ده وطريه ومفتوحه، بنبدا ان احنا نخليها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. اول ما يتضاعف حجمها بنكون مجهزين عندنا طبعا اي حشوات طبعا انتوا بتفضلوها. انا هستخدم عندي عجوه حاطه فيها معلقه واحده من الزبده وحاطه معلقه صغيره من القرفه. تقدروا تبدلوا الحشوه دي وتعملوها جبنه موتزاريلا او جبنه صوابع موتزاريلا، برضو ممكن تعملوها اي نوع جبنه بتحبوها. وتشوفوا بقى طريقه التشكيل دي وممكن تشكلوها على حسب ما انتوا عايزين. قطعت العجينه بتاعتي 4 قطع قد بعض، وبدات ان انا اخد قطعه كده وهفردها بالشكل ده، سمك متوسط، يعني اقل من نص سنتي بحاجه بسيطه، او نص سنتي زي ما انتوا عايزين، بس علشان احنا بنلفها كذا لفه معانا فبيطلع معاها سمكها مش عايزينه يبقى تخين قوي. هبدا ان انا هسوي الحروف، والحروف اللي انا بشيلها دي ببدا ان انا احطها وبرجعها عجينه تاني، وهبدا ان انا هشكلها مره كمان. هقطع العجينه دي عندي 3 قطع، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين باخد قطعه من العجوه اللي انا حاطه عليها معلقه زبده ومعلقه قرفه صغيره، وهبدا ان انا احطها بالشكل ده وهلفها. طبعا تقدروا تحطوا بدل العجوه دي زي ما قلت لكم اي حاجه انتوا بتفضلوها. اخد قطعه كده من الجنب، هبدا ان انا هقطعها وهكشكش الجزء الباقي هحطه على بعضه، اعمله زي الفيونكه بالشكل ده من النص. وبعد كده هبدا ان انا هاخدها وهحطها هقفل بيها من تحت بالشكل ده ولازم نقفلها من تحت كويس، وده شكلها بيبقى في النهايه. نقدر نعمل اي اشكال احنا بنفضلها. هعمل معاكم واحده كمان. بصوا بنبدا ان احنا نقفل عليها كده من الاول، وبعد كده نلفها لحد قبل لفه كمان. بناخد الجزء اللي هو احنا بنقطعه من الاخر ده وبن بندخل الاتنين دول على بعض من النص كده. طبعا ايه الفيديو يعني شارح نفسه، انا مش عارفه اوصف قوي الصراحه. هبدا ان انا هقفلها، بعملها زي الفيونكه بالشكل ده او زي الفراشه، وببدا ان انا هحطها من تحت بالشكل ده واقفلها، ويبقى شكلها بالشكل ده. بحطهم بقى في صينيه واسيبهم لحد ما يخمروا ويتضاعف حجمهم. بعد كده بقى بكون جايبه صفار البيض اللي احنا كنا شايلينه من البيضه اللي احنا استخدمنا البياض بتاعها في العجينه، احط عليه يعني كده ايه رشه من النسكافيه او معلقتين من الحليب زي ما انتوا عايزين، وهبدا ان انا هدهن الوش بتاعهم. ممكن احط سمسم او حبه البركه من فوق زي ما انتوا عايزين، وادخلهم بقى الفرن. التسويه بقى بالنسبه للتسويه بدخلهم الفرن على درجه حراره 200، بيقعدوا حوالي 25 دقيقه او اقل كمان او 20. بيقعدوا في الرف الوسطاني، ما بياخدوش وقت خالص في الفرن، بيطلعوا بجد طري جدا جدا حتى من غير ما نغطيهم بيطلعوا طري. انا بقى المفروض ان احنا في المعجنات كلها بنغطيهم علشان يحتفظوا بالطراوه بتاعتهم، بيطلعوا بجد من جوه شايفين الطراوه حاجه كده زي القطن. وزي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تستخدموا العجينه دي في مخبوزات كتيره جدا وفطاير، هتسهل عليكم حاجات كتيره جدا في الوقت والمجهود، وبجد موفره. مش يعني مش محتاجه توريق، مش محتاجه زبده كتير. وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا بدل الزبده اللي احنا استخدمناها سمنه او زيت زي ما انتوا عايزين. شايفين طراوتها وحلاوتها زي بتاعه المخابز بالظبط، واحلى كمان وانضف واحلى واوفر وكل حاجه. جربوها بالطريقه دي تعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ادعمونا باجمل لايك زيكم، وقولوا لي
تعليق كده يكون مفرح ومشجع ليا، وقولوا لي رايكم في الوصفه، وقولوا لي رايكم ننزل ايه وصفات الفتره الجايه، وقولوا لي كمان بتفضلوا العرض الصوتي ولا العرض الصامت. واشوفكم على خير في حفظ الرحمن.